قبل ما العرب يدخلوا عصر الترجمة وقبل ما يبقى فيه تعليم حديث، كان فيه راجل واحد واقف في أول الصف، رفاعة رافع الطهطاوي. الراجل ده مش مترجم وبس، ده مهندس اللغة العربية الحديثة. أول واحد يطلع يتعلم بره، وأول واحد يقول العربي لازم يشيل علوم، هندسة، سياسة، طب، حقوق. فكتب تلخيص الإبريز، وترجم أكتر من 20 كتاب، وأسس مدرسة الألسن اللي خرجت أجيال عربت كتب أوروبا كلها. من غيره ما كانش هيبقى فيه مصطلحات عربية للعلوم. يعني باختصار، المصري مش بس عربي، ده المصري هو اللي جهز العربية للعصر الحديث. وده اللي بنسميه تراث بالمصري وعروبة بالعلم.